الكتاب المقدس بيقول: ورأى الله أن ذلك حسن جدا. الله كامل في كل خليقته، ولما جاء خلق الإنسان أدى عنه التمييز ده. ورأى الله أن ذلك حسن جدا. الإنسان ربنا أداه حرية الاختيار والإرادة، فجاءت لحظة من لحظات حياته قرر واختار إنه يبعد من ربنا، بس محبة ربنا له أدته فرصة تانية من جديد إنه الله يعد خطة، والخطة دي الكتاب بيقول عنها إنه هي منذ الأزل. الله أعد خطة إنه يرجع العلاقة تاني معاه ومع الإنسان، وعد الزمن. والكتاب جاء قال تاني كده: وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من عذراء، واسم العذراء مريم. الليلة دي هتف جند من السماء وقال: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. يا ريت فعلا في فترتنا دي وفي وقتنا ده نكون فعلا بنعيش حقيقة ميلاد مخلصنا يسوع المسيح، اللي جاء وهو جاء عشان يخلصني أنا ويخلصك أنت. لكن في كم من الفرح وكم من السرور لكل واحد حيختبر الولادة الجديدة وحيختبر ميلاد المخلص في حياته، وحيقدر يقول معانا في الترنيمة: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. جانا المسيح الحي. ليه؟ عشان يشيل خطايانا، عشان يشيل خطاياي أنا وخطاياك أنت وخطاياك أنت، ويكون فداء لنا. آمين.